هتصدقيني لو قلتلك ان الكيكة دي بدون بيض بدون حليب بدون فرن وهنعملها على البوتاجاز. كيكة اقتصادية 100%. شايفين بقى الجمال؟ احلى كيكة هتعمليها بالطريقة دي. بصوا طرية وهشة ازاي. يلا بينا بقى نشوف الفيديو. هجيب بقى كده طبق وهحط فيه كوباية من الدقيق ونص كوباية من الكاكاو الخام، وهحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنخل مع بعض المكونات دي عشان الكيكة تكون هشة. وهجيب بقى كده مج كبير وهحط عليه كوباية من المية المغلية ونص كوباية من الزيت وكوباية من السكر وكوباية واحدة عايرت بيها المقادير كلها، وهقلب مع بعض المية في السكر في الزيت لحد ما السكر يدوب. وهنزل بنص الخليط على المكونات الجافة، وبعد كده هنزل بالجزء التاني وهبتدي اقلب. وده شكل الخليط بعد التقليب. ولو حسيتوها تقيلة زودوا ربع كوباية من المية المغلية. وهجيب طاسة وهحط فيها مقدار معلقة من الزيت، وهعملها كده بالشكل ده بالفرشة، وهوزع الزيت. وبعد كده هنزل بخليط الكيكة وهحطه على النار لمدة نص ساعة. اهم حاجة تكون متغطية كويس قوي وتكون على نار هادية. بعد نص ساعة هتستوي معانا. وكده بعد ما عدى النص ساعة اختبرتها لقيتها استوت، نقلتها في طبق التقديم وحطيت عليها شوكولاتة قابلة للدهن، وحطيت عليها اوريو، قصدي بوريو بلاش اوريو عشان الاوريو مقاطعة. وده شكل الكيكة بعد ما استوت. اللهم بارك، خطيرة، لو جربتيها هتعتمديها. لو عجبك بقى الفيديو لايك وشير.